إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. صباح الخير يا شباب. انا لسه مخلص القهوه وتقريبا حالا نخلص، يعني انا خلصت الاذكار وكده والورد، بس بقالي شويه قراءه. ففي حته لا يعني في حته انا قريتها لازم اقولها. الحته ديت يعني كان في مقوله حد بيقولها: الناس بتشعر بنفس قدر السعاده اللي هم بيفكروا فيه وبيختاروه. يعني انت على حسب قدر السعاده اللي انت هتختار وهتفكر فيه هو اللي هتحس ان انت سعيد بسببه. فانت تخيل انت بقى، يعني احنا على طول اكترية الاوقات اصلا بنحاول نيأس نفسنا ونضعف نفسنا وما نخليش عندنا اي ثقة في نفسنا. يعني انت بالظبط انت كده بتفكر في حاجة تقلل من اصلا سعادتك. انت كده بتعمل العكس، يعني انت كده بتقلل السعادة بتاعتك اصلا. فالحتة ديت مهمة جدا، وعايزين نبدأ بقى الفلوج، يعني حاجة مهمة جدا. فدلوقتي احنا نخلص القراءة ونحاول بقى بإذن الله إن ربنا يكرمنا كده ونبدأ في التاسكات اللي علينا بإذن الله. يلا بينا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أنا شايف إن أفضل مهارة ممكن نتعلمها فترة الجامعة وهي مهارة غض البصر. يعني كشباب أو بنات هي مهارة غض البصر. المهارة دي يعني حرفيا مهارة مهمة جدا، تفرق مع كله، وحرفيا بتعليك أو تنزلك. المهارة دي يعني أنت بتتعلم مهارات سوفت سكيلز، تايم مانجمنت، وبتتعلم مهارات كتير. بس أنا شايف إن دي مهارة مهمة جدا لازم نتعلمها، سواء بقى أنت مهما كنت أنت في كلية إيه. المهارة ديت أو مثلا مش في كلية، حتى كشباب عادي أو كبنات، المهارة دي مهمة جدا. أنا شايف إن إحنا لازم نقويها عندنا جدا، يعني نقويها جدا عندنا المهارة دي، لأنها مهمة جدا. هتفرق معانا في كل حاجة. ممكن تفرق معاك في توفيق ربنا، هتفرق معاك في إن أنت ما تعملش ذنوب. وفي فكرة برضو عايزين نتكلم عنها، وهي فكرة إن إحنا معظمنا بيبقى مكسوف، أو يعني لما بيبقى داخلين مثلا مدرج او كده بتبقى مثلا حاسس ان انت قليل او كده. الحته دي يا شباب يعني حرفيا الحته دي عندنا كلنا. بس عايزين نقنع نفسنا بحاجة مهمة جدا، وهي إن مفيش حد بيرفكت في كل حاجة، مفيش حد كامل في كل حاجة، مفيش حد كل حاجة ماشي فيها بالمسطرة، مفيش حد كل حاجة ماشية معاه كويس جدا وأفضل واحد فيها. مفيش حد كده، يعني كلنا فينا عيوب. يعني الكمال لله وحده، مفيش حد فينا كامل. يعني مفيش حد فينا حرفيا كامل أو مفيهوش عيوب أو بيعمل كل حاجة بيرفكت أو كل حاجة معاه ماشية 100%. مفيش الكلام ده. يعني احنا كلنا فينا عيوب ومميزات، بس يعني انت لما تبقى داخل مفيش حد يعني ليه حاجة عندك ان انت مثلا تبقى ليه يتكلم عنك او كده. زائد اللي بيتكلم يعني اللي بيبقى مثلا رايح الجامعة عشان يقعد يتكلم عن الناس كده، او يقعد يتريق على حد او يتنمر على حد، ده بيبقى اصلا في حد ذاته ده شخص مريض. يعني الفئة دي حاول ما يبقاش ليك حد منها اصحابك اصلا.
يعني حاول الفئة دي ما تصاحبش حد منها، لان حرفيا هتنزلك في الارض في اي حاجة بقى عموما، في حياتك في دينك في اي حاجة عموما كمجمل هتنزلك، مش هترفعك في حاجة. فالفكرة دي برضو كنت عايز اتكلم عنها عشان فكرة مهمة جدا، وكلنا يعني معظمنا يعني ولو مش معظمنا انا بس بمر بيها عادي، فانا حبيت اتكلم عنها يعني، ويعني هي مهمة جدا برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. عايزين برضو نتكلم في النقطة بتاع انك مش عارف تجبر نفسك على اي حاجة، مش عارف تخش في اي مجال انت عايز تشتغل فيه. كل حاجة اما بتيجي تحاول تبدأ فيها تروح جاي واقف ومش بتكمل، بيجيلك صعوبات في نص المشوار، بتلاقي نفسك وقفت بعد يومين، وقفت ما عدتش بتكمل الحاجة اللي انت كنت بتعملها. والحل يا جماعة بكل بساطة يعني بكل مصداقية، هو انك اول حاجة يكون عندك هدف. تاني حاجة يكون الهدف ده هدف تقدر تعمله، مش هدف انت حاطط نفسك هدف مستحيل يعني مش هتعرف تحققه اصلا. فانت لازم يكون عندك الهدف اللي انت عايز تحققه هدف انت عارف انك تقدر تحققه، هدف مش مستحيل. يعني فكرة ان انت تحققه تعرف تحققه، انما هتحط هدف مستحيل، هتحط لي ان انت كل يوم مهمة كبيرة جدا وانت عارف ان المفروض المهمة دي تاخدها في كذا يوم، وانت عشان مش عايز تتعب نفسك، انت عايز تخلص نفسك بسرعة وتروح جاي واخدها في يوم واحد. لا، الفكرة دي غلط وحقيقي مش هتستفاد حاجة، هترجع تعيدها تاني. انا كنت في حاجات في الموبايل ابلكيشن كنت بتعلمها، فانا في حاجات اصلا انا مني كنت اتعلمتها بسرعة، فجيت رجعت لها تاني. يعني انا حرفيا رجعت لها تاني، بس مش كشرح يعني، بس رجعت لها تاني ان انا ارجعها تاني. ففكرة ان انت تاخد الحاجة باتقان افضل بكتير من ان انت تنجز في الحاجة اللي انت عايز تاخدها في يومين ثلاثة. لا، افضل بكتير ان انت تحاول تاخد الحاجة بإتقان، تاخد الحاجة في وقتها، تسيب الحاجة تاخد مداها. يعني انت كل حاجة تسيبها تاخد وقتها براحتها، مش فارقة بقى معاك انت هتنيك لحد امتى، بس المهم ان انت تكون حاطط هدف قدامك بإذن الله يعني بإذن الله ربنا هيكرمنا نوصل للهدف ده. انما فكرة انك تبقى حاطط هدف بس الهدف ده مستحيل اصلا، ده بيضيع اصلا تحفيزك وتركيزك، وفكرة انك عايز توصل له اصلا بتبقى شبه مستحيلة. فكرة ان انت مش هتعرف توصل له ده برضه بيقلل ثقتك في نفسك جامد، يعني حرفيا بيخلي ثقتك في نفسك في الارض، لان انت مش عارف تحقق حاجه انت عايز تحققها. فانت لما تعمل حاجه انت تقدر تحققها، او ممكن مثلا الحاجه اللي انت عايز تحققها دي تخليها على فترات. يعني انا كل فتره باذن الله انا عندي تارجت ان انا احققه باذن الله. في الفتره دي عندي مثلا في الفتره دي ان انا احقق الجزء ده، طب الفتره اللي بعدها احقق الجزء اللي بعده، طب الفتره اللي بعدها احقق الجزء اللي بعده. هتلاقي نفسك انك كل ما بتحقق جزء كل ما ثقتك في نفسك بتزيد، كل ما الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها بتلاقيها قلت في المتبقي منها بيبقى اقل، وكتر ما انت بتكون عندك بيزكس والحاجات تخليك تفهم الحاجه دي بسرعه. انما فكره ان انت تحاول تجري في الحاجه اللي انت بتعملها دي فكره غلط تماما، يعني غلط. وحرفيا هي عامله بالظبط زي شفت ايام الميد ترم، يعني اللي بيمر بايام الميد ترم حرفيا احنا بنتنفخ. يعني انت بتلاقي نفسك عايز تلم الماده في يوم. يعني انت ميد ترم انت كل يوم امتحان، عايز تلم الماده في يوم. هي تروح الامتحان، تيجي من الامتحان تنام لك شويه، تصحى تقعد تذاكر، تصبح بكره تاني تروح الميد ترم. ففكره ان انت عندك هو بس التايم اللي عندك هو ما بين الفرق ما بين انت لما تنام وتيجي تنام تاني. يعني بعد الامتحان بتنام لك شويه، هو ده
الفرق التايم اللي المفروض ان انت تخلص فيه. فده بيخلينا ان احنا يعني نخلص بسرعه، احنا عايزين نخلص الماده. اكتر حل يعني اكتر حاجه ممكن تيجي في الامتحان بنخلصها اصلا بافضليه، لان انت مش بتعرف تخلص الماده كمجمل. فالفكره دي برضه كنا عايزين ناكد عليها. صباح الخير. النهارده الجمعه كنت بالليل خلصت بودكاست ايه المشكله في الالتزام والانضباط، وفي حاجه استفدتها منه جدا، وهي حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم عنها. وهي فكره كان الشيخ محمد الغليظ كان قالها، هو انك ما تستناش الظروف المناسبه، ما تستناش ان نفسك تطيب، ما تستناش انك الصحبه تيجي. قالك تجتهد بدون ما تستنى الظروف المناسبه، بدون ما نفسك تطيب، بدون ما تستنى الصحبه تيجي. وانا هحطها لكم على الشاشه برضو، يعني هخليها لكم في اخر الفيديو، يعني انا كنت مصورها اصلا فهخليها لكم. يعني الحته دي مهمه جدا يعني. ويعني احنا خلاص نطور الفلوج خلص. يا ريت يعني يا ريت يكون في تطور عن الفلوج اللي فات. عايزكم برضو تقولوا لنا في الكومنت ايه الاخطاء وكده عشان نغيرها. وبس كده، سلام. من ضمن الامور كمان بالله عليك، اوعى تستنى الظروف تبقى كويسه عشان تعمل اللي المفترض ان هو يتعمل. اوعى تستنى ان نفسك تطيب عشان تعمل اللي المفترض ان هو يتعمل. اوعى تستنى التجمع يتكمل عشان تعمل المفترض ان هو يتعمل. اعمل المفترض ان هو يتعمل ولو الظروف مش مناسبه، ولو نفسك ما طابتش، ولو التجمع ما كملش.